السلام عليكم محبي ومتابعي مسلسل السلطان محمد الفاتح. أهلا وسهلا بكم إلى تحليل الإعلان الأول للحلقة القادمة 34. ولنبدأ بطرح الأسئلة التالية: بعد براءة السيد بالي وزغنوس باشا والأسير هاري، ما هو السيناريو المتوقع لسير مجرى التحقيق للوصول للقاتل الحقيقي لسليمان بلطة أوغلو؟ وهل يتمكن السلطان من احتواء الفتنة الكبيرة التي خطط لها خليل باشا لبلوغ غايته الدنيئة المتمثلة بكسر عزيمة الفتح ورفع الحصار؟ وماذا بشأن خلط النحاس بالرخام الذي أفشل صب وتجهيز مدفع الدردنيل الثاني؟ هل هو خطأ غير مقصود بالفعل، أم أن ذلك أيضا من فعل خليل باشا؟ ومن هي الشخصية الجديدة التي انضمت للمسلسل في الجانب البيزنطي؟ وهل سيكون له دور مؤثر في سير الأحداث القادمة؟ وما الذي سيحدث في القصر بين بهار خاتون ومارا خاتون بعد تسميم الأمير بايزيد؟ وما هو مستقبل العلاقة بين سالتوك وفاطمة بعد الصفعة القوية التي تلقاها سالتوك من فاطمة؟ كل هذه الأسئلة وأحداث أخرى سنجيب عنها ونحللها واحدة تلو الأخرى من خلال هذا الفيديو. وكالعادة لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة، وهيا بنا نشاهد جانب من الإعلان ثم نعود للحديث والتحليل. Boynum hükmünüzü bekler. Kanı bize helaldir Hakan. Geri basın. Ali Bey'in suçsuzluğu ispatlanmıştır. Don Francesco'yu bu dünyada bir kez görmeyi herkes arzu eder. Benden habersiz adım atan son nefesini ibret taşında verecektir. Altıoğlu Süleyman'ın çadırında buldum paşam. Bunun anlamı nedir? Ben sebebini bilirim. Adı Platon. Bizim ayağımıza kendi gelecek. Mehmet benim kardeşim sayılır. Ona ihanet etmeyeceğim. Çandarlı'yı hedef tahtası yapıp talim edersin ha İshak. Hünkârım, ya bizden akan kanın hesabı ne vakit kesilecek? Buyruksuzluk edenin başı kesile. Son buyruğunu öz pusatınla veresin. Akan kanımız sana helal olsun ağam. والآن يا أصدقائي، كما شاهدنا في الإعلان، سيأمر السلطان محمد بسرعة محاسبة المتسببين في الهجوم الذي شن على أفراد الأقنجي في الوادي، وسنرى كورت جودوقان وكالندر يقومون بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة أمام السلطان. وكما رأينا سيتم إعدام مرتضى ورفاقه من قادة الوحدات الذين شاركوه التحريض على الهجوم، ولكن هذا لن يكفي لاحتواء الفتنة، حيث سيكون على السلطان والقاضي خضر شلبي إيجاد القاتل الحقيقي لسليمان بلطة أوغلو والاقتصاص منه ليتم إنهاء هذه الفتنة نهائيا، وإلا فلن تخمد نيرانها. وكما شاهدنا في الإعلان، كورت جودوقان بعد القصاص من قادته المذنبين يقول: وماذا عن دمائنا متى تحاسب عليها يا مولاي؟ وباعتقادي يا أصدقائي أن هذا القول الذي قاله كورت جودوقان سيورطه كثيرا مع السلطان، لأنه بسبب التحريض من خليل باشا جندرلي. عموما سيكون السلطان والقاضي شلبي في وضع صعب، فهما لم يتمكنا من الوصول للقاتل الحقيقي لسليمان بلطة أوغلو، ولكن كما تابعنا وشاهدنا سيكون إسحاق باشا هو الشخص الوحيد الذي يعرف من هو الفاعل، لكنه لم يكن قد وصل إلى أي دليل يدين خليل باشا. لكن بعد المشهد الذي رأيناه في الإعلان لإسحاق باشا وهو يواجه خليل باشا بالدليل الذي عثر عليه في خيمة بلطة أوغلو، والذي أعتقد أنه أحد أزرة القفطان الذي يرتدي خليل باشا، سيقترب كثيرا من كشفه للسلطان والقاضي شلبي. وهنا سيكون على إسحاق باشا الانتباه واتخاذ كل التدابير حفاظا على حياته، لأن خليل باشا كالثعبان عندما يشعر بالخطر على حياته لا يتردد أو يتأخر في اللدغ. وهنا خليل باشا قد شعر بذلك، وكما رأينا في الإعلان يتحدث عن إسحاق باشا ويقوم بكسر السهم الذي يعني أنه قد قرر إنهاء حياة إسحاق باشا. ولكي أطمئنكم أصدقائي، لن يتمكن خليل باشا من فعل أي شيء لإسحاق باشا، لأن إسحاق باشا كما أخبرتكم سابقا سيكون من أبرز القادة الذين شاركوا في فتح القسطنطينية، وهذا موثق تاريخيا. وأما بشأن الموضوع والسؤال الثاني والخاص بمدفع الدردنيل، فأنا أؤكد لكم أن خليل باشا هو وراء أمر خلط النحاس بالرخام، وذلك بغرض إفشال إنتاج النسخة الثانية من المدفع، والتي ستساعد على نجاح الهجوم على القسطنطينية
واجتياز الأسوار، ولا يوجد غير خليل باشا له مصلحة من ذلك، والتي تتمثل بإفشال الفتح وإضعاف الهمة والعزيمة لدى السلطان محمد، والاستسلام لليأس والإحباط ورفع الحصار. وإذا سألتني عزيزي المشاهد لماذا يفعل ذلك خليل باشا وهو من قلتم عنه أنه مخلص ووفي لدولته، فسأرد عليك نعم، قلنا ذلك، لكننا قلنا أيضا أن كل مؤامرات تدور في فلك واحد، وهو إفشال السلطان محمد، لأنه ينظر إليه شابا صغيرا ولا يريده أن يحقق النجاح بهذا المستوى، وهو بعظمته وخبرته وذكائه وكصدر أعظم للدولة العلية لم يتمكن من تحقيق هكذا نجاح على مدى حكم 3 سلاطين للدولة العثمانية. عموما يا أصدقائي، بعد اكتشاف إسحاق باشا لما فعل خليل باشا بسليمان وهدفه من ذلك، بلا شك أنه سيسعى خلفه بكل شيء، بما في ذلك ما حدث لعملية صب المدفع. وأما بشأن الانضمام الجديد للمسلسل، فهو الممثل أورقانوس في دور فرانشيسكو المجنون الذي تحدث عنه الإمبراطور قسطنطين هو ونوتاراس، ويبدو أنه سيكون من الشخصيات الهامة والمؤثرة في قادم الحلقات. أما بشأن تسميم الأمير بايزيد، فكما تابعنا تناوله للسم كان خطأ من الخادمة دايا. إذن ما الذي سيحدث بعد هذا الخطأ يا أصدقائي؟ أنا سأخبركم كما شاهدنا يبدو أن السيدة مارا لم تأكل من الطعام رغم أنها لم تكن تعلم أنه مسمم، وهذه ستكون مشكلة كبيرة ستقع فيها مارا خاتون، لأنه سيتم اتهامها مباشرة بمحاولة قتل الأمير بايزيد، وسيؤخذ عليها هذا المأخذ بهذه النقطة. وهنا ستكون الخادمة دايا هي الشاهد الوحيد على براءة مارا خاتون، ولكني لا أعتقد أن بهار خاتون ستترك دايا حية بعد أن ينكشف أمر السم الذي وضع في طعام السيدة مارا. وأما بشأن ما رأينا في الإعلان، قولشا خاتون تقول أنا أعرف السبب، فيا ترى ما المقصود؟ عن أي سبب تتحدث قولشا خاتون؟ الجواب يا أصدقائي بظني أن بهار خاتون بعد أن تعرف أن مارا خاتون لم تأكل من الطعام ستسأل لماذا، وهنا ستتدخل قولشا خاتون وتقول السبب. وأنا أعتقد أن قولشا خاتون ستذكر أن مارا خاتون لما رأته من شهية لدى الأمير بايزيد في تناوله للطعام الخاص بها أرادت أن تترك الفرصة للأمير ليشبع ثم تأكل هي، ومع أنه سيكون سبب غير مقنع، لكني أتوقع هذا السيناريو أيضا، وربما يكون سيناريو آخر. عموما سننتظر الإعلان الثاني أو الحلقة القادمة لنعرف ما هو السبب الذي تتحدث عنه قولشا خاتون. وأما بشأن علاقة سالتوك وفاطمة، رغم موقف فاطمة المتشدد والذي أبدته أمام سالتوك بشأن مكاشفته لها بحبي، لكننا قد نراها في الحلقة القادمة تفكر بسالتوك وتتذكر ما قاله وشيئا فشيئا بالانجذاب نحوه. ولعل ما قاله خضر شلبي لفخر الدين والد فاطمة عندما دعا له بفرحة زفاف ابنته أمام سالتوك ما هو إلا تمهيدا لزواج سالتوك من فاطمة من قبل المخرج. إلى هنا أكون أحبتي قد وصلت معكم إلى نهاية هذا التحليل، ألتقيكم على خير في فيديو قادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.